أهلا بيكم في قناة فهمناكو. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان تابعونا على تليجرام وواتساب. دي أول محاضرة لينا في الإنجليزي، والنهاردة هنتكلم في موضوع مهم وعملي جدا: الأرقام. من أول ما تتكلم عن سعر حاجة لحد ما تظبط ميعاد، هنبسط ليكم كل حاجة عشان تتقنوا استخدام الأرقام بسهولة. يلا بينا. تخيل معايا كده إنك مسافر بلد جديدة. طبعا بتبقى متحمس جدا، بس في نفس الوقت ممكن تبقى شايل هم التعامل هناك، سواء هتطلب أكل أو هتحاسب على حاجة أو حتى هتسأل على ميعاد. الأرقام داخلة في كل تفصيلة. الشرح ده هيديلك الثقة اللي محتاجها بالظبط في المواقف اللي زي دي. أكبر تحدي بيقابل أي حد بيتعلم إنجليزي هو الكلام عن الفلوس والمواعيد. دول أساسيات أي سفرية ومفيش مجال للغلط فيهم. عشان كده هنركز إزاي نتكلم عن الفلوس بمرونة ونفهم التواريخ صح. هنمشي مع بعض خطوة بخطوة عشان المعلومة تثبت في دماغنا. وقبل ما ندخل في تفاصيل الأسعار والمواعيد لازم نبني صح، يعني نبدأ من الأساس. والأساس بتاعنا هنا هو 3 حاجات: الكسور والأرقام العشرية والنسب المئوية. لما نفهم دول كويس ونتمكن منهم، صدقني أي حاجة بعد كده هتبقى سهلة جدا. أول حاجة معانا هي الكسور أو الفراكشنز. الكسر ببساطة هو حتة من رقم صحيح. القاعدة الأساسية عشان تنطقه سهلة جدا. الرقم اللي فوق بيتقال عادي زي ما بنعد 1 2 3. أما بقى الرقم اللي تحت فده بيتقال بالترتيب: الأول التاني التالت، اللي هم third fourth fifth وهكذا. طيب بصوا معايا على الأمثلة دي. في كام حاجة كده ليهم أسماء خاصة، زي 1/2 اللي هو a half، 1/4 اللي هو a quarter. لكن لو بصينا على كسر زي 3/5، هنا بنطبق القاعدة، نقول 3 وبعدين fifths. خدت بالك من الأس في الآخر؟ دي بنحطها عشان الرقم اللي فوق أكتر من واحد. طب لو رقم مكسر زي 1.5، بسيطة، بنقول الرقم الصحيح الأول بعدين and وبعدين الكسر، فتبقى 1.5. تمام، نخش على تاني حاجة: الأرقام العشرية أو الديسمالز. دي طريقة تانية نقول بيها أجزاء الرقم الصحيح، ودي بقى بنشوفها في كل حتة، خصوصاً في الأسعار. لما تلاقي سعر حاجة $9.99، الحكاية كلها في النقطة الصغيرة اللي بتفصل بين الأرقام دي. وقاعدة النطق هنا أسهل من السهولة. العلامة العشرية دي ليها نطق واحد بس، كلمة واحدة، point، بس كده، من غير أي تعقيد. ودي بقى أهم حتة وركزوا فيها عشان ناس كتير بتتلخبط. الأرقام اللي بتيجي بعد البوينت بننطقها رقم رقم. يعني لو عندنا 3.97، الصح إننا نقول 3.97 مش 3.97. لا، كل رقم لوحده. دي قاعدة أساسية عشان كلامك يبقى واضح ومفهوم. ونيجي لآخر حاجة في الأساسيات، وهي النسبة المئوية أو percentages. ودي يمكن تكون أسهل واحدة فيهم كلهم. كل اللي بتعمله إنك بتقول الرقم وتلزق بعده كلمة percent. يعني 50% تبقى 50%، 25% تبقى 25%. سهلة خالص. حلو قوي، كده احنا بنينا الأساس بتاعنا وبقى جامد. يلا بينا بقى نرجع لسيناريو السفر بتاعنا ونشوف ازاي نستخدم كل اللي اتعلمناه ده عشان نتكلم عن الفلوس ونحدد المواعيد بثقة ومن غير لخبطة. عشان نتكلم عن سعر أي حاجة عندنا 4 طرق أساسية بتخلي كلامنا متنوع. ممكن نقول I pay $10 for the ticket، يعني أنا بدفع، أو نستخدم فعل spend يعني بصرف ونقول I spend $10 on the ticket. وممكن نخلي الحاجة نفسها هي اللي بتتكلم فنقول the ticket costs $10، يعني التذكرة بتكلف. أو أبسط طريقة خالص the ticket is $10. طيب عرفنا نتكلم عن الفلوس، تمام؟ إيه بقى لو عايزين نحدد ميعاد لعشاء أو اجتماع؟ هنا الموضوع بيختلف شوية، لأننا بنتحرك من الأرقام بتاعة الفلوس للأرقام بتاعة الزمن، ودي ليها قواعدها وأساليبها الخاصة اللي لازم نكون عارفينها. ودي نقطة مهمة قوي وفيها اختلاف ثقافي بين الإنجليزي الأمريكي والبريطاني. في أمريكا العادي إنهم بيقولوا الشهر الأول وبعدين اليوم بالرقم الترتيبي زي جون 10th. أما في بريطانيا الأغلب بيبدأوا بالذا واليوم وبعدين off والشهر، فتبقى the 10th of June. الطريقتين صح 100%، بس مهم نبقى عارفين الفرق عشان نفهم اللي قدامنا صح. ودلوقتي لو عايزين بقى نرتقي بالمستوى شوية ونخلي كلامنا طبيعي أكتر زي أهل اللغة نفسهم، هنتعلم شوية تعبيرات اصطلاحية أو اللي بنسميها idioms. دي جمل معناها مش حرفي بس بتدي للكلام طعم تاني خالص. مثلا لو عايزين نقول إن فلان غرقان في الديون، بدل ما نقولها بشكل مباشر ممكن نستخدم تعبيرات خيالية زي he is in debt up to his ears أو up to his eyeballs. التعبير ده كأنه بيرسم صورة إن الدين مغطيه لحد ودانه أو عينيه. تأثيره في الكلام أقوى بكتير.
وطبعا دي الطريقة المباشرة والصريحة عشان نوصل نفس المعنى، جملة واضحة ومباشرة ومفهومة في أي موقف، رسمي أو غير رسمي. الحلو إنك يبقى عندك الاختيارين وتستخدم كل واحد في مكانه الصح. طب لو حد قالك سر وعايز يتأكد إنك مش هتقوله لحد، رد بسيط وعبقري هو My lips are sealed. التعبير ده معناه الحرفي شفايفي مقفولة، بس المقصود بيه اطمن سرك في بير. عشان نلخص كل اللي قلناه، دي الخلاصة أو أهم القواعد اللي لازم تفضل في دماغنا. أولاً، في الكسور الرقم اللي تحت بنقوله بالترتيب. ثانياً، في الأرقام العشرية الأرقام اللي بعد البوينت بتتقال واحد واحد. ثالثاً، مع التواريخ المحددة بنستخدم حرف الجر on. وأخيراً، افتكروا الأربع أفعال المختلفة للكلام عن الأسعار. وفي النهاية هنسيبكم مع سؤال عشان تبدأوا تطبقوا اللي اتعلمتوه على طول. فكروا كده، إيه هو أول رقم هتستخدموه بالإنجليزي النهاردة؟ لأن الممارسة هي أهم حاجة. لو الشرح عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتتابعونا على تليجرام وواتساب عشان يوصلكم كل جديد.